الماتش انا هلعبه وباذن الله هنغلب. هنغلب. سيداتي انساتي سادتي، ولو ان الاهلي زي ما بقول لكم سابق في الترتيب، لكن الدعايه اللي اتعملت لشحاته ابو كف وكل واحد يقول لك ده لعيب ما حصلش ولا جاء قبله ولا بعده، وهنشوف حاجه ما حصلتش ابدا. عشان كده الناس الجمهور الكبير اللي هنا جاي، صحيح مباراه الاهلي والزمالك ليها طابعها الحلو والخاص من سنه 48 من يوم ما ابتدى الدوري العام، لكن كمان يكون في نجم بالشكل ده اللي سمعنا عنه، عاوزين نشوف صحيح ده هيحصل ولا لا. طبعا اول مباراه بيلعبها وقدام جمهوره كبير من الزمالك وجمهور الاهلي، ويا ترى هيعمل لنا اللي احنا سمعناه ده كله واللي قالوه عليه المسؤولين عنه، والريفري بيجري والكوره تمام هو ده الصح، ان الريفري يجري جنب الكوره ويبقى صفارته محترمه، ولما يصفر محدش يحتج ولا حد يعمل اي حاجه ابدا. ادي شحاته ابو كف اهو، جسمه كويس وكبير ولابس نمره 10 قدامك وحاجه جميله جدا. صحيح جسمه كويس، يا ترى لعبه زي جسمه. فات من واحد ناحيه الشمال وبيحاول تاني ناحيه اليمين، يا سلام حلو قوي، بيعمل كونج جميل قوي ناحيه الشمال وماشي طلع على الجول، فات منه بيحطها في الجول يحطها في الجول. الجول الاولاني ويجيبه برضه شحاته ابو كف 1-0. اللعبه انا شايف انه الزمالك عاوز يغطي الجول والاهلي عاوز يعوض الجول، ودول طالعه ودول طالعه وماشيين. طالعه الزمالك من ناحيه اليمين، الباك الشمال بتاع الاهلي طالع بيها وداها كورنر من ناحيه اليمين. في ناس بتستهون بالكورنر، مش ده تمام ابدا. رفع الكورنر بيترفع وحلوه وداخل شحاته ابو كف بدماغه جوه الجول الثاني 2-0 للزمالك، واللي جابه ابو شحاته. يا سلام شحاته ابو كف، ده حاجه جميله صحيح زي ما قالوا ولا ايه؟ طبعا ثقه لعيبه الزمالك بقت اكتر، وخصوصا شحاته طبعا جايب جولين وثقته في نفسه كبيره قوي، وطالع ومشي ودخل جوه خط الباكات، دخل منطقه الجزاء، وقع ضهره للجول، يقول لك الكره جايه له وبيقلب جوه بونافيرتي اللاعب بتاع ايطاليا وعصام بهيج بتاع مصر لما بيحطوها، وحاجه جميله جدا الجول الثالث، ويبقى ده هاتريك. انتوا عارفين هاتريك لما في انجلترا واحد يجيب 3 اجوال ورا بعض يرفعوا له البرنيطه عشان هات وتريك، يبقى هاتريك. يبقى شحاته ابو كف جاب هاتريك النهارده لان الكوره جوال، ومش اللعب والفاولات هتبطل. لا احنا عاوزين اللعب يبقى رياضه كويس، لكن الحكم مصفر ومدي فاول خارج منطقه الجزاء. لازم لعيبه الاهلي تبعد 10 ياردات، بعدت فعلا والحيطه تمام، وانا اعتقد ان شحاته هو ابو كف اللي هيخط يشوط فعلا. دخل شحاته ابو كف يشوط، عملت تروح حوالين الحيطه ودخلت الجول الرابع الموزه اللي بيقولوا عليها زي لعبه ريفولينو اللي بيعملها كان بتاع البرازيل، وتبقى 4-0 للزمالك، واللي جاب الجول 4 شحاته ابو كف. نص دستة اجوان يا فندم، لو ايه وهو تعبان ومرهق وما نامش طول الليل، امال لو كان صحته كان عمل ايه يا فندم؟